Ну а мы начинаем нашу конкурсную программу. И наша первая номинация – номинация «Хифз». نحن الآن سنبدأ الجزء الأول من مسابقتنا، والجزء الأول من المسابقة هو الحفظ. Эта номинация требует от участников знания полного текста Корана. Сегодня, буквально за несколько минут до начала конкурса, была проведена жеребьевка для участников этой номинации. Каждый конкурсант получил конверт с заданием, который будет вскрыт только на сцене. В каждом конверте задание, номера сур, аятов и дано начало аята. На исполнение каждого задания конкурсанту отводится в среднем по 1 минуте. Обращаем ваше внимание, что вместе с жюри работает наш технический ведущий, который может остановить конкурсанта по истечении времени или в случае ошибки. Также право остановить конкурсанта у председателя жюри. هذه المسابقة مسابقة حفظ القرآن تتطلب من المشاركين أن يحفظوا القرآن بشكل كامل، وقد جرت القرعة للمشاركين قبل بدء هذه المسابقة الآن، ولكل مشارك سلم ظرف فيه رقم الآيات ورقم الصور التي يجب أن يتلوها عن ظهر قلب. وطبعا يستطيع المشارك أن يفتح الظرف فقط عندما يصعد إلى المنصة. وأوجه عنايتكم بأن لجنة التحكيم وكذلك المدير الفني للمسابقة يمكنه أن يوقف المتسابق إذا انتهى وقته أو إذا ارتكب خطأ. Ну что ж, мы начинаем. Номинация «Хифз». И первый, кто выйдет на эту сцену, первый участник, представитель Таджикистана Сиратолло Раупов. وهكذا اسمحوا لنا أن نبدأ مسابقة الحفظ، والمشارك الأول هو من جمهورية طاجكستان سوراتولو راؤوبوف. Сура семейства Имрана с аята 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتي
يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. أحسنت وبارك الله فيك. Мы приглашаем представителей